في فيديو جديد على قناتكم منصة التسويق والتصدير فيروز هب، وكمان على قناة باسم سمير بتاع تصدير. طيب، احنا زي ما قلنا ان احنا عايزين بنتكلم بشكل عملي مش بشكل نظري. فاحنا النهاردة زي ما هو موجود في العنوان كده، احنا هنبقى النهاردة بنتكلم حوالين فرانشايز، وهو تحديدا فيروز اويل اند كوزماتكس فرانشايز، او هو فرانشايز، او بالعربي اللي هو امتياز العلامة التجارية. ده اللي هو معنى كلمة فرانشايز، وهنتكلم عنه باستفاضة، هنشرحه وهنشرح برضو النسب والأرقام اللي احنا حاطينها في العنوان دي ممكن ازاي تتحقق. كتير جدا من البيزنس بتبقى مشكلته انه حد هو عنده استثمار، فطيب الاول، طب انا هبدأ بكام؟ راس المال اللي انا هبدأ بيه دوت قد ايه؟ طب راس المال اللي موجود دوت انا هبدأ بيه هصرفه في ايه ولا في ايه، وهبدأ من كام؟ يمكن الفرانشايز في وقت من الاوقات كان اقل فرانشايز، يعني زي ما انا فاكر كان في ميتينجز كتير ليها علاقة بايجيبت فرانشايز، كان بيبدأ تقريبا من 10 15 سنة، كان بيبدأ ب 15,000. ده اللي هو اقل فرانشايز، وكان حاجه ليها علاقه بالطباعه على التيشيرتات والماركات وقصه كده. طيب، ليه الفرانشايز مهم ومختلف عن ان انت تبدا بزنس من سكراتش او من الارض خالص؟ وايه هو الفرانشايز اللي ممكن تبدا بيه براس مال قليل، ممكن يبدا من اول 5000 جنيه، والعائد بتاعه نقدر نقول في خلال من 90 ل 120 يوم ممكن يبقى بيدخل 150%. يعني يبقى بيرجع لك راس المال اللي انت دفعته، يعني زي ان انت دفعت 5000، خدت ايتمز وخدت بضاعه، وازاي ان انت يعني فيروز فرانشايز بيساعدك ان انت تسوق وتبيع الحاجه دي، وانه الخمسه دول انت بتسترجعهم تاني وبتاخد فوقيهم في حدود يعني 7000 ونص. يعني 5000 انت رجعتهم تاني 12000 ونص، 13,000. الفرانشايز هو انه مشروع قائم شغال، محتاج ان هو يعمل اكستنشن، محتاج ان هو يعمل توسع، او هو بيبقى عايز ان هو يبقى موجود لان هو علامة تجارية مميزة، يعني زي براندات مختلفة. وهو الفرانشايز بيقدم لك كل حاجة، يعني هو الفرانشايز بيجيب لك تيرن كي بروجكت او تيرن كي بزنس. نقدر نقول ان الفرانشايز تيرن كي بزنس، بمعنى انه انت مش محتاج تعمل اي حاجه. يعني زي بالظبط كده فكره الفرانشايز دي، حضرتك عايز بتجهز للفطار في رمضان، فتمام انت بتجهز للفطار، فبدل ما انت حضرتك لسه هتروح او ست البيت هتروح وتجيب لسه الخضار وتجيب الفراخ وتجيب الرز وتقعد وتنظف وتسلق وتحمر وتقلي وتحشي وتشوي وكل القصص دي، لا، انت بتيجي الساعه يعني على المدفع، قبل المدفع ب5 دقايق بيجي لك ويتر من سميرة ميس على رأي عادل إمام في فيلم الإرهاب والكباب، يا باشا شوية وبيحط لك الأكل في بوقك. ده الفرانشايز. فالبالتالي الفرانشايز هو الريسك فيه عامة بيبقى قليل. ليه؟ لأن هو اوريدي مشروع شغال ودايم. طيب، ليه فيروز اويل اند كوزماتكس فرانشايز كويس ولطيف؟ لأنه ال ROI أو ال Return of Investment أو العائد الاستثماري المتوقع في مجال مستحضرات التجميل والزيوت بنتكلم في افريج من 200 ل 250%. فبالتالي حضرتك وانت موجود في معانا في اويلز اند كوزماتكس فرانشايز. احنا هنا الفرانشايز زي ما كنت بقول لحضراتكم ان الفرانشايز احنا مش بنسيبك، او صاحب الفرانشايز او صاحب الامتياز مش بيسيبك. يعني ايه مش بيسيبك؟ يعني
حضرتك بتعتبر جزء من ان انت بارتنر او شريك، مش شراكة في اطار قانوني على قد ما هي شراكة بان في كوميتمنت او في التزام. انت الالتزام الوحيد اللي حضرتك بتعمله هو ان انت بتدفع الفرانشايز بشروط ومواصفات معينة، بنسبة بان انت بتاخد ريت معين على الايتمز او على البرودكتس. بيبقى طبعا الفرانشايز بيبقى فيه شرايح، بتبدأ اول شريحة زي ما قلنا ب5000 جنيه. ده بيديلك 50 قطعة بالمتوسطات بتاعة الأسعار اللي موجودة في السوق وأسعار البيع المباشر والبيع للمستهلك. الخمسة دول خلال 90 ل100 يوم بيبقوا الخمسة دول يرجعوا 12 وشوية. آم، طيب إيه اللي بيقدمه فيروس فرانشايز؟ إحنا بنقدم لحضرتك كل حاجة بإنه تمام. أنت دلوقتي حضرتك بتيجي بنتفق. بعد ما بنتفق حضرتك بنسلمك البرودكت طبقا للكونديشنز او طبقا للكونتراكت او للعقد. وبنيجي بنقول لحضرتك تمام احنا دلوقتي هنبدأ ان احنا نشتغل. تمام انه الايتمز اللي انت واخدها دي نبقى احنا منقيينها لحضرتك ان دي المنتجات البياعة البيست سيلر، ومسعرينها ان حضرتك واخدها بكذا وهتكسب او المارجن بروفيت في كل قطعة من القطع اللي انت هتاخدها دي قد كذا. فدي بتبقى الجزئية الرئيسية والجزئية المهمة. طيب حضرتك بيبقى في كذا طريقة لأن الموضوع دوت يمشي أو هيمشي إزاي. إنه تمام مين اللي مسؤول عن التسويق؟ إحنا بنيجي نقول لحضرتك تمام أنت في عدد أيتمز معين، عدد الأيتمز دي حضرتك بتاخدها. تمام أوكي. بنبدأ إن إحنا نشتغل عليها. بنبدأ إن إحنا حضرتك عندك الأكسس لشركة شحن، والأيتمز والبرودكتس بتبقى معاك زي الفل. ما عندكش ده إحنا بنوفره لحضرتك، بنقول لك تكلفته هتبقى قد كذا. إحنا بنساعد في التسويق من خلال كذا بلاتفورم. من خلال إي ستور. إي ستور ده بيبقى موجود فيه الأيتمز، وأنت عارف إن أنت مثلا ليك عدد قد كذا من البرودكت الفلاني. طبعا اللي احنا بنفضله في الفرانشايز ان انت تبقى عامل كولكشن من البرودكتس بحيث انه في حاجات المارجن بروفيت بتاعها بيبدأ من 30 40% لغاية في حاجات المارجن بروفيت بتاعها 150 و200%. فانت لما تبقى عامل الميكس ده، فالميكس ده بيبقى مريح بالنسبة لحضرتك. وبرضه فيما يتعلق احنا كده ولا كده بنحاول على قد ما نقدر نقلل البرسنتج بتاعت الريسك على قد ما نقدر. بس فده كده الملخص ان احنا بنسوق. طب احنا بنسوق من خلال ايه؟ بنسوق من خلال اي ستور، بنسوق من خلال صفحات فيسبوك، من خلال واتساب شانل، واتساب كوميونتي، وكمان من خلال بقى البلاتفورمز سواء جوه مصر او بره مصر. يعني السناب شات هو يمكن مش متداول قوي في مصر، لكن هو متداول اكتر في الخليج وتحديدا في السعودية. فدي كلها من ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نبقى بنتكلم فيها بحيث ان دي تبقى كيس ستادي وحاجة عملية احنا بنشتغل عليها، تبدأ ان الناس تشوف نتيجة. اللي مهتم بموضوع الفرانشايز دوت الكونتاكت بتاعنا كواتساب، وهتلاقوا على الرقم الواتساب دوت اللوجو بتاعنا بتاع فيروز هاب. لو أي حد عنده سؤال أو استفسار تحت أمر حضراتكم. رقم الواتساب زي ما قلنا موجود بالكود الدولي سواء للناس اللي من جوه مصر أو كمان للناس اللي من بره مصر. إن شاء الله على مدار الأيام اللي جاية هنبقى بنتكلم أكتر، بناخد برودكت برودكت وبنبدأ إن إحنا نتكلم فيه بحيث إن إحنا نبقى قادرين إن إحنا نوضح الدنيا لحضراتكم. ونبدأ إن إحنا يعني خطوة بخطوة. طبعا إحنا من ضمن الحاجات اللي موجودة الرئيسية في الفرانشايز إن إحنا بنقفل المنطقة طبقا للشريحة اللي أنت بتبقى عليها. أنت بتقفل منطقة يعني مدينة أو مجموعة من المدن أو محافظة أو إقليم عليك، على الشخص، سواء هو كان
الشخص ده سواء كان ستور عفوا او كان اونلاين بزنس. ده كده كان ملخص، مستنيين كل تعليقات حضراتكم واسئلتكم. وزي ما قلت موجود الرقم بتاع الواتساب موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. لو اي حد عنده سؤال او استفسار او محتاج تفاصيل اكتر مستنيين تواصل حضراتكم. كان مع حضراتكم باسم سمير بتاع تصديق، وفي انتظار كل التعليقات والاستفسارات بتاعت حضراتكم.